الضابط السابق المرحوم أحمد بن الحسن الدليمي. هذا الشخص ولد في 1931 في سيدي قاسم قريبا من زاكوطة، وكان أبوه من أعيان الحماية، كان يقوم بمهام الترجمة، وبنفس الوقت كانت له علاقة بجهاز الوسداس، جهاز المخابرات الخارجي الفرنسي. وبطبيعة الحال كان طبيعي أن يبحث لابنه عن قنوات التمدد أفقيا وعموديا في مختلف الأوساط السياسية والعسكرية في البلاد. درس هناك مرحلة الابتدائي. الذي درس معه في هذه المرحلة شخصان لهما مسار مغاير كليا. هنالك العقيد شهيد حرب الجولان في 73، العقيد عبد القادر العلام، وهنالك المناضل رفيقنا في الحركة الاتحادية اليسارية محمد بن الجلالي المدعو ميشيل الحريزي. وهناك شخص آخر درس بهذا الشكل أو ذاك معه، وهو جزائري سيعرف لاحقا باسم، أو كان له اسم سابق، هو عبد الله خالد،